بأقل من يومين بنت محدش كان يعرف اسمها نهائيا وفجأة بقت حديث السوشيال ميديا والميمز واعلى مشاهدات في خلال الشهر. والسؤال هنا مش البنت دي عملت ايه، السؤال هنا ليه الملايين دي كلها وقفت تتفرج. البنت اللي انتوا شايفين صفحتها قدامكم اللي اسمها كنز على ما اعتقد، بنت الله اعلى واعلم هي تركية ولا جزائرية ولا اصلا اي زي ما معظم الناس متخيلين عنها وفاكرينها ان هي اي لكن في الحقيقة هي بنت حقيقية. البنت دي طلعت عملت كام فيديو الاول على صفحتها، ولكن للاسف الصفحه ما اتشافتش. بعدها بيومين خدت نفسه هو الفيديو ونزلته على اكونت تاني، وهنا عينك ما تشوف الا النور. البنت في خلال 3 ايام بالظبط جابت 28 مليون ونص مشاهده، وده على وقت تصوير الفيديو، وجمعت منهم حوالي بتاع 250 الف يعني ربع مليون بني ادم، واكتر من مليون لايك على الفيديو اللي هي نزلته. طبعا تلاقيك دلوقتي بتقول يا ترى هي عملت ايه؟ ما تستعجلش هتشوف. دي الفيديوهات اللي كانت بتنزلها الاول وما كانتش بتجيب فيها مشاهدات. Bakar mısın cilve gözüne? طبعا الفيديو عباره عن شوفوا قد ايه انا جامده. الفيديو الثاني بس كده، هي بقت تاخد الفيديو تاني راحت رفع رجلها شويه، برضه ما جابش مشاهدات عاليه فراحت مكتره الكميه اكتر في الفيديو اللي بعده. ده الفيديو اللي جاب 28 مليون ويعتبر انتقل. نزلته الاول ما جابش حاجه، بعد كده راحت منزلاه تاني انفجرت عليه التعليقات والميمزات، وقد ايه الناس بجد او الشعب العربي يموت في الكلام ده. البت خربت الدنيا. خش على الكومنتات وشوفوها، كل واحد واخد سكرين شوت لشكلها، غير ان اكتر من 28 الف كومنت كلهم كومنتات يا جدعان ما تتشافش ولا تتقري. ولو جيت تبص لها بعين العقل هتلاقي ان البنت عاديه ما فيهاش حاجه او ما تستاهلش الضجه الاوفر اللي انتوا عملتوها دي، ورغم الحركه اللي هي عملتها ان في ناس منتقداها في الحته دي وفي ناس تانية معاها في الحته دي وشايفه ان البت عسل ومفيش مشكله. بعدها على طول بقى ياخدوها ويعملوها ميمز ان هم بيتمنوها وان هم عايزين واحده زيها. اهو ده واحد من ضمن التعبانين، انا عايز دي وخلاص على كده هتغيظ بنات كتير قوي وحاطط لك كلب فعلا كلام الحكمه نعم الحركه دي جابت 28 مليون. ده يدل على قد ايه ان الشعب ده بيجروا ورا لا لا يا باولو احاسيسهم. ولكن من وجهه نظر انا اللي ممكن ما تفرقش عند ناس كتير، انا شايفها عاديه جدا، بس هي عشان عملت كده جابتهم على وشهم. خلينا نقول اللي بعده. الست اللي تقول لجوزها انت السبب في اللي احنا فيه تتطلق، اللي تقول له حاسب الطاسه تتطلق، اللي تقول له انت مستقوي على العيال وبتضايقهم وخف عليهم تتطلق. هي اي حاجه تتطلق، عمليه كحت جنبك طلقها تتطلق. ادنى تفكير ممكن البني ادم يفكر بيه. الرسول وصى عليهم يا جماعه وقال لكم رفقه بالقوارير، اوعى تفتكر القاروره اللي هي قاروره الميه او المج الحراري مثلا اللي الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، او الساعه الجامده ديت اللي الرابط برضو بتاعها تحت في الديسكريبشن، او النضاره السحريه اللي انت شايفها ديت نضاره زي ما قال الكتاب. كل ده موجود تحت في الديسكريبشن. اضغط يصلك لحد بيتك، تدفع اونلاين او تدفع كاش. على موقع امازون ممكن تدخل وتشوف اللي انت عايزه واسعارهم مش غاليه. اللي بعده وبعدين بقى في الشغل المنايل ب60 نيله ده يا هادي. حلو على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. جدع يا بت، هي دي المره الصح. جدع يا بت. اللي بعده عاوز تعكنن على حياتك دخل فيها من ده انت كده لبستها يعني المفروض. ده انت غيور قوي قوي. اي نعم بيبقوا بيعكنينوا وبينكدوا، لكن في نفس ذات الوقت محدش يعرف يعيش من غيره، واللي يقول غير كده كذاب. اللي بعده الست اللي ما تقولكش حاضر ونعم واللي انت عايزه يا حبيبي هعمله لك، كبر دماغك منها خالص، اوعى تتجوزها. ليه بقى؟ بيبان من اولها. لازم الست تسمع كلامك وتقولك حاضر ونعم في كل حاجه. دي واخده طريق ياسمين عز، الله لو اعلم بتعمل كده في حياتها ولا لا. عشان كده ما تمشوش ورا نصائح السوشيال ميديا. اللي بعده عبد الله ادريس حابس ابليس في الكيس. دي اجنبيه يا جدعان. كان انا عارف ان النضاره الصايعه دي عشان الاحتفال بتاع ايران. ايه يا جدعان الاحتفال ده؟ ايه الكره ده بجد؟ شوف الهدف لما جابوه قعدوا يحتفلوا قد ايه ويبوسوا ببعض ويحضنوا بعض ويلبس النضاره ويقلع التيشيرت اما لو جبت كاس عالم كنت هتعمل ايه؟ لكن تعادل كان بطعم الهزيمه. اللي بعده عميد ايه ونيلة ايه؟ ده حتى ما يكملش جندي حضرتك، ده هجاز
ما يعرفش حاجه اسمها تدريب. ما تتكلمش مصر تاني عشان مش لاقي عليك الا اتقنها واطلع اتكلم بيها. اللي بعده والواد ده ما تيجي تعالى تضربني بالقلم. حلو انت يعني. تعال يبقى العين بالعين والسن بالسن والبادي ايه؟ البادي ايه؟ ريحنا عشان اريحك. ايوه تاكيتو كلاي. الجزئيه دي كل ما اشوفها بفتكر حد عزيز على قلبي، بل هو كل قلبي. اللي بعده يلا خير. انا والفنان يا عم الله يسترك يا اخويا، الله يسترك. انا والفنان مش عايز انا يا جدعان ولا اعرف الراجل ده ولا الراجل ده. الله يسترك. والله الراجل ده يعرفني بس هو مش متواضع. حصل. اخويا النجم الفنان، اخويا النجم الفنان محمد حمدان، احلى اخ في الدنيا. بس يا جدعان بيتريقوا عشان كانوا فاكرين ان احنا هنقابل السنغال في دور ال 32، لكن مش هنقابلهم. فهم هنا بيتريقوا على المنتخب، يعني كل ما بنقابل السنغال بيخرجونا. اللي بعده اعدل نفسك بسرعه. اللي بعده يا ريتني كنت سؤال اللي هو انت على اي حد كده يا نهار ابيض. ده نتائج تاخير الجواز يا جدعان. وتقريبا يعني اول مره نشوفها بالنظام ده. يعني بالنسبه للاسئله على الوقت ده لا، ما كانش كفايه تفكير الاسئله على الوقت ده، اكيد لا. شايفين اي حد معدي وخلاص يلا فظعه بجد. اللي بعده ما تكتبش قايمه. سهله. انت يا بابي ما تكتبش قايمه. لو انت رايح تتجوز ما تكتبش قايمه، ما دام هي بتعمل مشاكل وانت قلقان منها خلاص بلاش. ولكن قدام كده هتعمل ايه؟ يا روح قلب الماما. كل واحد يقول بقى ايه وجهه نظره من بعد الموضوع اللي حصل، بس ما علينا احنا ما بنخشش في الحاجات دي. اللي بعده يا ازاي شايل الحمل ده كله على قلبك؟ هاتيه انا اشيله عنك. هاتي اللي في دراعاتك اشيلهولك، ووقت ما تحتاجيه هتلاقيه. شايله حمل كبير، اتمنى يا رب اشيله انا كمان. اللي بعده حبيبي انت جيت. على فكره انا متضايقه منك قوي، انا بكرهك، انا تعبت، انا مش عايزه العيشه اللي عرفت منها. ده هو اول ما يخش كده والتاني مسك الحله بيتامل فيها، والتاني معرفش ايه اللي ماسكه في ايده ده. انا زهقت، انا جبت اخري، طلقني، انا مش عايزه اعيش معاك، مش عايزه اعيش معاك يا جدع. 3 طلاق ما مكمله. اللي بعده ده بيحاول يجيب التليفون. شيله بقى. لا بقى بص الغباء بقى، يعني حبكت تعملهم. انت ابن متضايقه يالا، انت عايز 100 قلم على وشك يالا. طب هو ذنبه امه. لا جامده دي. Ready bro? I'm ready bro. Come on, it's easy as fuck. ده بتعمل فيهم مقلب، عامله لي فيها شيش براء. اللي بعده استاذ ميدو بيقول لنا انت بتبيعي ايه؟ زي ما انت شايف كده فضلة خيرك ببيع قلقاس، يعني احتجت حاجه كده. ده خرا ده ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللي بعده عمري ما حبيت قبليكي ولا قبليكي ولا بعدك. جماعة راعوا مشاعره يا جدعان في التعليقات الزبالة اللي انتوا كاتبينها دي. خفوا على الناس بجد، مفيش حد كامل والله، انتوا كمان مش كاملين. اللي بعده عريس الجنة لما حبيبته تقول له انا جالي عريس. البس الابيض يا عينيا ما تعيطش يا نور عينيا بكره في الجنة هنتقابل. ما مش عريس الجنة. مش عريس الجنة. اللي بعده هو انت ناسيه تحطي كريم او حاجه ولا حطها بطريقه غلط؟ مش هين عليك تدعكيه؟ طيب يعني ايه ده؟ وايه كم الشعر الاوفر اللي كده؟ ايدي اهي مش كده، واسمك انثى المفروض. لكن اللي بعده لا تتزوجي راجل تتحكم في امه لان زواجك سيكون نهايه الطلاق. دي حقيقه وابسط بالعشر. بالفعل الراجل اللي شرط امه ما بيكونش راجل. مع احترامي الكامل لجميع الامهات، انا مفيش حد بيحب امه اكتر مني. والوحيد شايفين الناس بتبقى ايه؟ شايفه الوحيد ده بيبقى ايه؟ حياتي محدش يتدخل فيه. هو كده فعلا الراجل اللي بيمشي بشورة امه بيخرب بيته بايده، ما بيبقاش راجل. هيجي بقى حد يتضايق اصل امك على عينك وعلى راسك وقدرها واحبها وكل حاجه،
لكن ما تمشكش في بيتك. انت هيكون لك عيال فهتبقى قدوه ليهم بعد كده. تبقى قدوه ازاي بقى وهم شايفين ان تيتا بتهين بابا او تيتا بتهين ماما وبابا؟ هيستعنوا كلمتك ويخافوا منك ازاي اصلا وهم شايفين ان هم كده اللي ماشياك؟ الام ثم الام ثم الام ورضاها بص وجزمتها فوق دماغك، لكن ما تتدخلش في حياتك الشخصيه بينك وبين مراتك ابدا. نقول حق ربنا. اللي بعده، اللهم اني لا اصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، اللهم اغنني من فضلك. ونعم بالله، دي احلى حاجه تنهي بيها الفيديو. اللهم اني لا اصلح للفقر ولا الفقر يصلح لي فاغنني من فضلك. دي افضل حاجه ننهي بيها الفيديو. واشوفك يا باشا على الفيديو الجاي، في امان الله. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال، يا عيلة محمد صبري رجاله في اي مجال، دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال، محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال، اشوف وشوشكم بخير، سلام يا ابطال، محمد صبري وحش الكون.